بسم الله الرحمن الرحيم، وسلسلة بقى من الفيديوهات اللي بتبقى سريعة. الأهلي نزل تحس إنه عمل فعلا زي ما الجمهور بيقول جرد لشهر 7 يعني. كمية أخبار 13 ولا 12 خبر مرة واحدة. رضا سليم هي خلاص بعد ما يرجع من الإصابة هيفكروا في بيعه، يا إما إعارة يا إما بيع نهائي. وكمان عندك إن ياسر إبراهيم خلاص بيرجع من الإصابة، فأنت كلها عندك أخبار لذيذة وفي الحنين. يجيلك خبر كده إن حسين الشحات وقفشة مكملين في النادي. عدي من الخبر ده بسرعه. عندك ان في لعيبه هيتقال عليهم ان هم يتعدل في المرتب بتاعهم ويوصلوا لفئه اعلى، من ضمنهم برضو اكيد امام عاشور، وده طبيعي جدا ان امام عاشور يكون موجود. وكمان عندك الخبر التاني ان انت عندك يحيى عطية الله بتقول له شكرا والف شكر، وهيتعمل له حفله وداع، وده طبيعي بصراحه. يعني يحيى عطية الله لعيب حلو قوي، بس ما قدمش معانا ربع المستوى اللي قدمه سواء في المغرب او في الوداد. نيجي بقى لنقطه وسام ابو علي. بص يا ريس، صلى على النبي. زيد النبي كمان صلاح عليه افضل الصلاه والسلام. وسام ابو علي الاهلي نزل ان هو مش هيفرط فيه وعدم التفريط فيه تماما، وان هو مكمل في الموسم الجديد. بعد كده مفيش 10 دقايق، 10 دقايق بالملي، كل الاخبار نزلت مره واحده ان وسام ابو علي ووكيله مستائين ومتضايقين من قرار النادي الاهلي، وانه هو كان عايز يمشي الموسم ده، وان هو متفق مع الاداره والكلام ده كله، وان هو جاي له عروض بيع 4 مليون دولار و5 مليون دولار. فهو متضايق ومش، وكمان الصفحه بتاعته الرسميه اللي هي بتبقى على الفيس هو بيقول انها مش رسميه، مع انها بقالها سنه بتنزل حاجات. انت جاي تقول دلوقتي انها مش رسميه علشان نزلت بوست ومكتوب عليه النسر الاهلي وبتاع، وان هو كانه يعني فرحان بوجوده في الاهلي وكده. فبيقول ان الصفحه دي فيك ومش رسميه، ده نزلها ايه على الانستا. طب بص يا اسطى، يعني نهدى كده. وسام احسن من احسن المهاجمين اللي جم مصر وجم النادي الاهلي، ماشي، ولعيب فتاك ولعيب جاحد وكل حاجه، لكن جنب ده صفر. على الشمال والله بكل هدوء، يعني بتاع كده كل فيديوهات اي حد بيقدم، مش اي حد بيقدم محتوى، اسال اي واحد بيشجع الاهلي. السنه اللي فاتت كلها، عشان بس بدات اهتف اتكلم، السنه اللي فاتت كلها لعيب بيرفكت 10 على 10 وسام وسام وسام، لكن هتيجي جنب ده صفر يا بابا. صفر يا حبيبي والله العظيم. وبنتكلم فعلا بكل هدوء بكل حياديه وكل حاجه، علشان سواء انت عايز تتباع، عايز تحترف، عايز كل حاجه، ما تتشرطش على ده. ده اول حاجه، ده رايي بصراحه. ما تتشرطش على ده مبدئيا كده. هتجيب عرض كويس ب 10 9 8 مليون، وتجيبه للاداره، الاداره تبيعك، الف شكر يا باشا، سلام عليكم، وسلم لي على البلالين وكل الحاجات الجميله دي. لكن بقى جو التناكة وان انا لا عايز امشي ومتمرد والحاجات دي كلها، هيجي لك رايين. راي يقول لك هتقعد على الدكه وتحمض، ماشي، ولا منها احتراف ولا منها لعب. ويجي لك راي تاني يقول لك ايه، ان خلاص بلاش، ان احنا كده خلاص نبيعه باقل حاجه علشان الموسم اللي جاي كده هيلعب باسوا نسخه ليه وهيبقى اداؤه مش احسن حاجه. انا بصراحه انا بقى مستني رايك، اللي هو انت مع الراي ده ولا الراي ده، فاهم، في حته وسام ده. بس انا في اي راي من الرايين تمام. جنب ده انت صفر على الشمال ايا كان مين. امام عاشور، زيزو، الشناوي، محمد هاني. بص القايمه كلها في 30 لعيب، بالجهاز الفني بالاداره كلهم على بعضهم كده اجمعهم 50 60 70 واحد، ايا كان مين يجي جنب ده. شكرا يا ريس، انت صفر. صفر وبدون اي نقاش، ايا كان مين انت. يعني اقول لك الحاجه، ابو تريكه، علي معلول، محمود الخطيب، عماد متعب، ايا كان مين جنب ده ما نعرفكش. فايا كان القرار اللي هيكون اتاخد، او فعلا القرار الصح، ممكن يكون كل القرارات دي غلط، وفعلا الصفحه الرسميه بتاعت الاهلي هو ده القرار الصح، وسام مش متضايق ولا اي حاجه. يا باشا بص، احلى على عيونك وكل حاجه. وده مش نفاق على فكره، عشان محدش بس يفهم ان ده نفاق او حاجه. انت عايز تتباع تمام، من عينيا الاثنين، هات عرض كويس استنفع من وراك بيه. لكن انت مش جاي عندي كمحطه عشان تروح لاوروبا. تروح لاوروبا يبقى انت هتستنفع منك برقم. خلاص مش هي ماشيه، هي كده كده ماشيه بمصلحه. انت عايز تروح اوروبا وانا يا باشا عايز استنفع من وراك. لكن انت عايز تروح لاوروبا وانا اخد ملاليم من وراك، ايه العبط ده يعني؟ ايه الهبل ده؟ ده احنا فيها دي ان احنا خلاص يعني الاداره تبقى غلط وتبقى وحشه في عيوننا في الموضوع ده كله، ان انا جايب وسام والكواليتي ده كله وابيعه باقل الارقام. مش منطق تماما يعني. لما بنتكلم على سيره المهاجم، فالاهلي بيتعاقد مع محمد شريف 5 سنين. فجاه مره واحده تلاقي احمد شوبير طلع على الصفحه عنده بيقول محمد شريف اهلاوي، ومحمد شريف يطلع مع كابتن احمد شوبير في قناه النادي الاهلي في البرنامج، ويبقى محمد شريف اهلاوي 5 سنين.
الصفقه دي ليها نوعين. يعني الواحد كان يعني معاه ذكريات 2021 والبطولات والاهداف الحلوه اللي كان محمد شريف بيجيبها والاون فاير اللي هو كان فيه، ومش عارف، وجون نهضه بركان وجوان اللي في الزمالك، ومش عارف الاجوان اللي في افريقيا وفي الترجي وفين وفين وفين. وبيجي له برضه فلاش باك كده، الفرصه بتاعت ريال مدريد اللي ضاعت، والفرصه بتاعت فلامينجو اللي ضاعت، وفرصه بتاعت الوداد بتاعت نهائي ال 11. ففي حاجات كده ايه، فاهم انت، مع بعضها، في حاجات غريبه كده. وفاهم اللي هو فجاه مره واحده هتلاقي انك قايمه قفشه، محمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. ده ايه دوري 2021؟ ده ايه ناقصين نجيب موسيماني كمان معاهم بالمره. الوقت بيبقى فيه برضه فيه 50% عاطفه كده، اللي هو اللعيب ده يعني فضلنا، بمعنى فضلنا ايه، الزمالك كان عايز يجيبه بقاله فتره كبيره، تمام، مفيش حد يقدر يعترض على الكلام ده. الزمالك فعلا كان بيحاول يجيبه بقاله فتره كبيره، وكان في نادي تاني في مصر كان بيحاول يجيبه بقاله فتره كبيره. فاستنى، هو اصلا لعيب حر بقاله فتره كبيره جدا من ساعه نهايه الدوري السعودي، عشان هو كان بيلعب مع النادي الخليجي السعودي. من الوقت ده لغايه دلوقتي كان اللعيب حر، وكان موقف كل العروض اللي جايه له، وكان مستني الاهلي، وكان مفضل الاهلي عن اي حاجه. ومضى مع الاهلي 5 سنين تقريبا، 12 مليون في السنه، 12 مليون في السنه اه. فدي الحاجه الوحيده اللي ايه بالنسبه له، هو ال 50% عاطفه، 50% التاني اللي هو هتعمل ايه؟ ايه نظامك بالظبط؟ هتبقى اون فاير ولا ايه؟ وطالما محمد شريف جه، انت هتضحي بحد من وسام وجراديشار ولا ايه؟ ولا هتجيب مهاجم تاني؟ ولا وسام كده كده ماشي، تعرفش، فاهم؟ بس اللي يعني في جمله كده، اللي بيشترينا بنشتريه يا ريس، تمام. وكمشجع اهلاوي، مشجع اهلاوي طبيعي بقى، كمشجع اهلاوي، دعم للشريف. بص بقى لغايه ايه، لغايه نهايه الموسم، شوف هيعمل ايه. ممكن يطلع نار من بقه فعلا يعني، ما هو ما كانش كان معانا ملط خالص، كان في فتره كان فيها كويس جدا، وكان في فتره فيها وحش جدا. فلا، معاك بقى يا شريف لغايه ما نشوف اخرتها. عمر الساعي الى آه مش عارف بصراحه. يعني عمر الساعي خلاص تقريبا اعاره سنه للنادي، لنادي تاني يعني. فانا مش عارف، يعني مش عارف، في كده حاجات فجاه الاداره بتعملها بتخليك يعني مستغرب، ليه؟ ليه بجد والله؟ يعني ليه بتمحي كل حاجه فجاه؟ يعني ليه؟ وليه اصلا من الاول؟ يعني انت ليه جبته من الاول؟ يعني انت جبته من الاول علشان تدعم الاسماعيلي، و50 مليون في لعيب، والدعم الاسماعيلي وكل ده، وكله تعرف ان ده دعم للاسماعيلي. في نفس الوقت ده النادي الاسماعيلي اللي هو وجمهوره لو يطولوا ان هم يجيبوا دوره في الاهلي هيعملها، بس ماشي. وفي نفس الوقت بعد كده، بعدها بسنه، بتدعم نادي تاني. النادي التاني ده حصل بسببه حاجات مش عايزين نفتكرها. تفهمش الاداره في ايه نظامها وفي ايه دماغها، بقت حاجات غريبه بتعملها، تصرفات غريبه بتعملها. ما هو انا برضو مش عايز منك صفقات بس، يعني فلو هو بيجيب لي صفقات، انا متولي على الصفقات، بس في نفس الوقت بيعمل حاجات تانية كوارث. كوارث اللي هو يعني مره واحده كده، اللي هو لما تيجي تفتكر المجلس ده عامه، بطولات ماشي، بطولات اركن بقى على جنب، مواقف تانية صفر. من بقى انسحاب من قدام الزمالك 11 مارس، لا قبلها لا قبلها لا قبلها، لدلوقتي حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي على الاداره دي، وعلى مواقف الاداره الغريبه والمستفزه دي عامه. فعمر الساعي مش عارف يعني، انت مش عارف يعني، حاجه مقززه. مش عمر الساعي الموقف نفسه حاجه مقززه قوي يعني. بس هي دي كل الاخبار كده، تمام. لغايه بقى بنشوف بقى في كوارث تانية زي الكارثه دي، ولا في اخبار كويسه. بس هيفضل برضو النادي الاهلي ملك الجمهور. سلام عليكم.